انا جيت اطمنك بس النهارده كده انتوا اهل البلد. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ترامب هيحتل العزبه؟ اقول لكم خلاص ناموا مفخورين، ابني دخل طب. الف مبروك يا ابو الدكتور. الواد ابن الدكتور بقى بيناديني يا بابا بنغمه علميه كده. يا سلام. امبارح بس بعت ريكورد على الواتساب: يا بابا انا عايز اشرب. وفيها ايه دي يا ابو الدكتور؟ جاهل، مش حداك اندبنتنج ده زي ابني. الواد ابني جاله نزمانيشن، حس ان جسمه محتاج سوائل، وده اسمه الوعي الطبي يا راجل. طب عارف، اول امبارح لقيته عطس كده مره واحده، تعرف قال لي ايه؟ اكيد قال لك الحمد لله. قال لي يا بابا انا عيان وهيجي لي برد. تلاقيه بس قال عايزنت في التهويه وتبلبص. مش بقول لك جاهل؟ الواد ابن الدكتور عمل لحالته شخصنه مبكره قبل ما الحاله تسوء. الدكتور بقى يكشف عن الناس؟ امال دمه الست الدكتور قالت له ان حدها صداع. يا حلاوه، وعمل ايه؟ قالها نامي يما شويه، وده اسمه علاج تحفظي. ده بقى على كده ناوي يفتح عياده؟ لا، هو فتح قناه على التيك توك بيشرح فيها نظرياته البحث في علم الطب. لا، هو دكتور ايه صحيح؟ دكتور وقال لي ايوه دكتور تكبيس. داوودة. لا 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 لا. الأرياف عامة بتقدس كليات القمة بشكل مبالغ فيه أكتر من الطبيعي. لو كنت فاكر إن التعليم في مصر معمول عشان تبقى بني آدم كويس، لأ، هو معمول علشان تترتب في السوق. يعني أنت من أول ما بتدخل ثانوي مش بتذاكر عشان تفهم، أنت بتذاكر عشان تبقى سلعة نظيفة. خشيت كلية قمة، مبروك، أنت كده بقى عندك ستامب مكتوب عليه ينفع للجواز. طب ما دخلتش، يبقى آسف يا فندم، حضرتك خارج نطاق الخدمة الاجتماعية. لو دخلت كلية طب مثلا، انت كده خرجت من فصيلة البشر ودخلت فصيلة الحاجات اللي بتتبارك بيها. يعني لما تبقى راجع من الكلية اول ما تدخل بلدك تلاقي نفسك واخد وضعية كبار القوم، وتحولت من فلان عادي لدكتور فلان. حتى لو انت لسه في سنة اولى، خلاص انت بقيت رمز. تمشي في الشارع عادي وانت مصدق نفسك لدرجة انك لو عطست لازم حد يقول لك يرحمكم الله يا دكتور، ونظرته تكون فيها رهبة كده. ده كله بقى مش عشان انت جامد، لا، عشان انت بقيت الامل ان حد منهم يطلع من الدايرة دي، الامل ان حد منهم يمسك الدنيا من حتة نظيفة. بس المشكلة بقى ان الامل ده بيتحول لضغط انك تنجح غصب عنك، ضغط انك ما تغلطش. طب لو تعبت او زهقت، لو مش عايز تبقى دكتور اصلا، معلش مفيش رفاهية الاختيارات هنا، لانك مش هتسيب وضعية ناس بيعاملوك معاملة فخر القرية، وتلاقي اللي بيسلم عليك بحرارة زيادة كده، وناس بتسأل عليك فجأة، ناس عمرها ما شافتك بقى تقول ده ابننا ده. ليه بقى؟ عشان انت بقيت فرصة مثلا ان بنتهم تتجوز حد مضمون، فرصة ان العيلة تقول احنا نسايبنا دكاترة. واللي يضحك بقى انك تبدأ تستمتع بالموضوع، تحس انك مهم كده ومرغوب فيك، تقيل، وتدخل في المود بتاع انا اللي بختار. يجيبوا لك عروسة في هندسة، يجيبوا لك عروسة في تمريض، يجيبوا لك عروسة بتعمل المحشي تخلي الواحد يعيط لما ياكله. بس تعالى بقى اقول لك على الحته اللي محدش يحب يتكلم فيها، الاضرار الجانبيه للنعمه اللي انت بقيت فيها، انك ما بقتش عارف انت مين. طول الوقت بتتصرف على اساس الصوره اللي الناس شايفاك بيها. يعني مثلا ما بتضحكش بطريقتك، بتضحك بالطريقه اللي تليق بالدكتور، مش بتغلط علشان الدكتور ما بيغلطش. فتلاقي نفسك عايش دور مش عايش حياتك، غير انك بتخاف مثلا، تخاف تقع، تخاف تفشل، تخاف تبقى عادي، لانك لو بقيت عادي كل اللي حواليك هيشوفوك وقعت حتى لو انت مرتاح. غير ان اختياراتك اصلا ما بقتش بتاعتك، هتتجوز مين، هتشتغل ايه، هتعيش فين، كله بيتقرر على اساس اللي يليق بالصوره اللي انت عملتها، مش اللي ينفع لك انت. وتلاقي نفسك مره واحده بدات تبص للناس من فوق، مش علشان انت وحش، بس عشان اتعودت انك متشال على الراس، فتنسى انك كنت واحد منهم اصلا، وانك ممكن ترجع في اي وقت. خلي بالك الدنيا دايما بتحب تفكرك بده. فانت يا صاحبي محتاج تسال نفسك سؤال: انت عايز تعيش كده بمميزات الشخصيه المركبه، ولا عايز تكون انت بقراراتك بهطلك بكل الحاجات اللي نفسك فيها؟ يعني تعيش عشان ترضي نفسك، ولا تعيش عشان ترضي الناس؟ داوودة.